أي موديل بيبدأ ب 2D سكتش، عشان كده هنروح لتاب السكتش ونضغط على ايكون سكتش. وبما اننا بنرسم 2D البرنامج هيطلب مننا بلين نرسم عليه زي ما ترسم على ورقة بالظبط. هختار الفرونت بلين. الجزء اللي فوق ده اسمه سكتش انتيتيز، ودي الأدوات اللي هنستخدمها زي الخطوط، الدوائر والمربعات. الميزة هنا إن سوليد ووركس بيشرح لك تستخدم كل أداة ازاي. لو بصينا هنا هتلاقيه حاطط لك نقط وعليها أرقام، وده ترتيب الضغطات اللي هتعملها بالماوس. مثلا لو اخترنا الدايرة هتلاقي مرقم 1 عند السنتر و2 عند المحيط، يعني هتروح في الجرافيكس اريا وتدوس مرتين بالماوس. أول ضغطة هتحدد السنتر، والتانية بتحدد قطر الدايرة. ممكن أرسم نفس الدايرة بمعلومات تانية زي البريمتر سيركل، وهنا البرنامج هيطلب مني 3 نقط على المحيط عشان يحددها. عشان تخرج من أمر الرسم وترجع للفيتشر مانجر، كل اللي عليك إنك تدوس اسكيب من الكيبورد أو تدوس علامة الصح الخضراء في الفيتشر مانجر. الدايرة ونقطة السنتر لونهم أزرق ومكتوب تحت under define، ده معناه إن البرنامج لسه ما عندوش معلومات كافية عن الرسمة دي. أول معلومة لازم يعرفها هي مكان الدايرة بالنسبة لسنتر البارت. هسحب سنتر الدايرة وأحطه بالظبط على سنتر البارت. دلوقتي السنتر بقى أسود بس الدايرة لسه زرقاء، يعني لسه حرة الحركة. أسهل طريقة تعرف بيها اللي ناقصك هي إنك تحاول تحرك الجزء الأزرق بالماوس. لو جينا شدينا الدايرة هنلاقي قطرها بيتغير. هدوس على سمارت دايمنشن، هختار الدايرة، هيختار لي مقاس القطر بشكل مباشر. بعد ما حددت المقاس هلاقي تحت كلمة fully defined والرسمة بقت لونها أسود. نفس الطريقة ونفس الخطوات هنستخدم بقية الانتيتيز زي اللاين اللي هو بيحدد نقطة بداية ونهاية، وأنواع تانية زي المتوازي الأضلاع والمستطيلات. فيها خطوات كتير بس كلها بتوصل لنفس النتيجة بس بطرق رسم مختلفة. تقدر تختار اللي يناسبك أو اللي مقاساته متوفرة معاك. الأدوات دي محتاجة ممارسة عشان إيدك تاخد عليها، بس طول ما أنت ماشي مع ترتيب الخطوات البرنامج بيوضحها لك كل حاجة هتبقى سهلة.